هو احنا بصوا كل يعني نلعب ماتش حلو و10 لا، يعني من ساعه ماتش سيراميكا ومن ساعه ماتش العين، لا ما حدش يقول لي بقى الماتش اللي فات بتاع افريقيا ده الفرقه سهله جدا. يعني يا عم الكهرباء انت الماتش اللي فات جبت جونين وخلاص قلنا ما هو الجونين سهلين يعني في فرقه معلش يعني ما كنتش بتلعب فرقه وخلاص قلنا كهرباء هيلعب لحد ما وسام يرجع. عندك تاو يعني خلاص وسام مصاب مش هنلاقي حد يلعب مكانه. عندك طاهر خلاص بقى مصاب بقى موقوف عشان الانذارات ولا ما بيلعبش، مش هنلاقي حد مكانه. وهو بيرسي تاو خلاص ما احنا خلاص عرفنا ان احنا رمينا طوبته خلاص مش موجود. فانت عندك طاهر، يعني احنا هنكسب ازاي؟ يعني انت لازم أن يبقى كله موجود، يعني انت ما عندكش لو ما في لازم يبقى ما فيش اصابات ما فيش وقف ما فيش اي حاجه عشان نعرف نكسب يعني. ان انت تتعادل ماتشين في الدوري دي حاجه تحرق الدم، يعني حاجه هتخلي الناس الزملكاويه تزيد بقى. يعني هم خسروا الماتش اللي فات ولسه هيلعبوا بكره، هتشوف بقى التحفيل بقى على عينه يعني. يعني احنا مش عارفين نجيب جون 90 دقيقه، الجون اللي نجيبه ويا عم الحكم يعني في ايه يا عم الحكم يعني بعد ساعه ترجع الكره عارفين ان هي هاند بول ولمسه يد. طب ما تصفر من الاول، لازم بقى رامي يجيب الجون ويعمل لهم كده ويطلعوا بقى في ساعتها بيعلقوا بقى ده عشان ناصر الاسطوره مش موجود عشان ناصر الاسطوره مش موجود. كان لازم يعني طب ما احنا جبنا الجون نهدى كده، ده احنا جايبين جون في البنك الاهلي كانت في الدقيقه حاجه و80 يعني ولا في الدقيقه كام يعني، جايبين جون في البنك الاهلي فرحان وعامل كده. طب ما تستنى ادي اتلغت شكلنا حلو، شكلنا بقى عامل ازاي بقى؟ وشكلنا بقى تحفيل يعني النهارده وبكره لحد ما يلعبوا ويخلصوا ويخسروا، بس ما تعرفش هيخسروا ولا لا. ممكن يعملوها ويكسبوا عشان يبقى زي كده فرق ايه كان لو كسبوا هيبقى هم فرق نقطة ولا زينا. يعني ايه لو هم كسبوا بكرة يبقى فرق هم كده هيبقوا 3 ماتشات كسبانين هيبقوا 9 واحنا النهارده يبقى احنا ده احنا 8 نقط يعني. لو كسبوا بكرة هيسبقونا. وصباح التحفيل بقى يعني صباح الروقان بقى والتحفيل. يا نهار ازرق كفايه حرق الدم واقسم بالله يعني الماتش اللي جاي هنلعب بقى. الماتش اللي جاي احنا ما بقيناش نلعب الا في افريقيا وفي البطولات اللي هي قاريه بقى. يعني احنا ما بقيناش نلعب في الدوري مفيش تركيز يا عم كولر. كنت بتتريق على الناس لما قالوا لك انت بتغير في الدقيقه 70 ولعبت ماتش بعدها فخلاص لا. يعني ايه في الدقيقه 70 ماشي انت بدأ كوكا. طب ما انت كنت الماتش اللي فات حلو، فين اكرم؟ بلاش اكرم نزل السوليه، يعني انت لما نزلت السوليه وكان قفشه لسه موجود كانت الدنيا ماشيه، لكن انت خلاص ايه التغييرات اللي في الدقيقه 88 دي؟ يعني احنا متعادلين وبتغلي محمد سمير وبتغلي في الدقيقه 88 لازمتهم ايه؟ طب بتضاعف الوقت يعني ولا ايه؟ احنا مش فايزين يعني حد كان متخيل يعني انت كان في دماغك ان احنا جبنا الجون وتناه محسوب بيتغير في 88 يعني من الدقيقه 70 كل ماتش. الماتش اللي فات كانت في الدقيقه 71 اخرت دقيقه، اللي قبله لما كنا بنتكلم كانت في الدقيقه 70. بقت خلاص ثابته عندك الدقيقه 70 نبتدي نغير وحش حلو يعني. الماتش اللي فات كنا حلوين مثلا ولا كنا كسبانين الدقيقه 70، اللي قبله كنا وحشين الدقيقه 70، النهارده وحشين في الدقيقه 70. طب ايه اللي انت بتعمله ده؟ يعني انت بتظلم ناس في الفرقه. انا كل اللي انت بتعمله مش محتاجه يعني فقاقه. انت عندك واحد مصاب لعيبه تاني، عندك كهربا في نص الملعب بقى قفشه كان حلو زي ما التشكيله زي ما هي، سيب بقى السوليه. اكرم ما كانش موجود يبقى السوليه. ما تقوليش كوكا يعني انت لقيت الدنيا بدات بكوكا ابتدي بعد 45 دقيقه غير. يعني انت اما يبقى في واحد ساند قفشه هتلاقي قفشه باين زي الماتش اللي فات لما هو كان مطمن ان خلاص وراه اكرم وراه مروان. كان الراجل مطمن وكنت شفت احلى كوره واحلى سروهات وجوان وجاب جوان. النهارده خالد عبد الفتاح ده بالونه، يعني خالد عبد الفتاح الماتش اللي فات قلنا حلو عشان عمل جول، يعني تخيل طول الماتش اللي فات قلنا حلو عشان رفع الكوره وجاب جول. يحيى عطية الله معلش يعني ده مش مستوى النادي الاهلي، بيتكلم جد والله يعني هو ما ينفعش يلعب في النادي الاهلي يعني، ولا شفناه ولا قدام ولا دفاع ولا هجوم. كنا بنتريق على علي معلول، يعني دلوقتي علي معلول طبعا برقبه اي حد هيجي، كنا بنتريق ان هو ما بيعرفش يدافع. يعني تخيل يعني يحيى عطية الله ولا بيدافع ولا بيهاجم. طب يعني الكوره اللي خد فيها انذار يعني الاندفاع بتاعه باين اصلا ان هو يعني حتى لو هو ما بيعرفش يدافع طب يعرف يهاجم يعمل جول يجيب اي حاجه يشارك لا ما فيش. يعني الحسنه الوحيده اللي حصلت النهارده ان مصطفى شوبير، يعني لولا مصطفى شوبير يعني لو الشناوي كان واقف تهيألي كنا خسرنا وكان صباح التحفيل بقى لحد من هنا لبكره. وهتقول لك اهو وبقول لك اهو والله لا يحصل تحفيل بسبب رامي ربيعه بسبب دي. يعني لسه يعني لو صبرت دقيقتين اتلغت، يعني دي تحفيل للصبح. وقبل ما يعني حتى لما ما يلعبوا حتى لو خسروا هيسيبوا الفرقه خسرانه بتاعتهم وهيتريقوا على دي بتاعت رامي ربيعه. هو يعني بسبب الفانيلا انتوا جبتوا فانيلا ذهبي بقى وفرحانين بيها، مالها الازرق ومالها الاحمر ومالها الاسود؟ يعني ما تلعبوا بفانيلات سودا زي ما كنا بنلعب والازرق والاحمر. خلاص جبتوا فانيلات ذهبي هتتحولوا يعني. اه والله
حرق الدم، يعني لما نتعادل ماتشين ورا بعض في الدوري حاجه تحرق الدم.